وفي الوقت ده بتوصل سفن القبائل لقصر الملك فيرجس علشان يتبارزوا قدام بعض لخطوبة الأميرة ميريدا، وبتروح وقتها الملكة إلينور وبتلبس بنتها ميريدا فستان الخطوبة اللي بتتضايق منه لأنه ضيق جدا، لكن مامتها بتتجاهل رأيها وبتقول لها إنه جميل جدا عليها وبتنصحها إنها تبتسم دايما. وفي الاجتماع بيعرف كل ملك بابنه الأمير وبإنجازاته قدام الملك فيرجس والملكة إلينور وميريدا. وفي الوقت ده بيبدأ قادة القبائل كلهم يتخانقوا مع بعض على خطوبة الأميرة ميريدا، بس فجأة بتوقفهم الملكة إلينور وبتعرفهم إن الابن الأكبر لكل قائد هو اللي ممكن يتقدم للمنافسة علشان يخطب الأميرة ميريدا، وإن كل أمير لازم يثبت جدارته وقوة استخدامه للأسلحة في المنافسة، وإن الأميرة ميريدا هي اللي هتختار التحدي بنفسها. ووقتها بتتدخل ميريدا وبتختار الرماية، لكن وقتها بتبصلها مامتها من طريقة تصرفاتها، فبتحاول ميريدا تتكلم بأسلوب أهدى وأرقى وبتعرفهم إن أول تحدي هيكون الرماية، وبعدها بتبدأ المنافسة وبيفشلوا كل الأمراء في رمي السهم في المكان الصح. فبتنزل ميريدا ساحة التحدي وبتعرف نفسها قدامهم إنها أميرة مملكة دون بروج، وإنها بتتحدى إنها تصيب ال3 أهداف في المكان الصح. فبتحاول الملكة إلينور إنها توقفها لكنها بتفشل، ووقتها بتروح لها مامتها وبتاخدها على أوضتها وبتعرفها إن اللي عملته ده ضد القوانين وإنها أحرجت باقي الأمراء وإن في حرب هتقوم لو الأمور ما مشيتش بشكل طبيعي. فبتتضايق ميريدا جدا وبتحاول تفهمها إنها مش هتكون زيها وإن هي عمرها ما كانت موجودة علشانها، وبتقطع رسمة العيلة اللي على الحيطة بالسهم بتاعها. فبتتعصب الملكة إلينور من اللي هي عملته وبتاخد منها الرمح والقوس وبترميه في النار، فبتتصدم ميريدا وبتسيبها وبتمشي.